احمد عبد القادر اللي عامل مشاكل كتيره الفتره الاخيره بيطلب من النادي الاهلي ان هو يمشي. ايه الحكايه وايه الحدوته؟ تعالوا بينا نعرف. احمد عبد القادر اللي معجون مهارات، الموهبه اللي كولر قال ان هو محتاجه وان هو عايزه، احمد عبد القادر اللي للمستقبل تقدر تبني عليه وتقدر تشتغل عليه. احمد عبد القادر اللي عمل اكتر من مشكله الفتره الاخيره، كان اهمهم مشكلته مع كولر بعد مباراة الهلال، بعد ما رفض ان هو يسلم على كولر وتلاشاه كده وعمل نفسه مش واخد باله منه، على الرغم ان كولر كان قدامه وطبعا تم توقيع عقوبة عليه. وبنيجي لتاني حاجة، ورد احمد عبد القادر على جمهور النادي الاهلي بشكل سيء على السوشيال ميديا، وده اللي عمل حالة من الاستياء الكبيرة جدا عند جمهور النادي الاهلي، خلته يهاجم اللاعب ويقول ان احنا اللي عملناك وكلام من ده كله. احمد عبد القادر اللي افتعل اكتر من مشكله الفتره الاخيره وهو لسه بيبدا وبيعادي الجمهور، طالب ان هو يمشي من النادي الاهلي حسب المعلومات اللي عندي. النادي الاهلي قال له جيب عرضك، لو عرض مناسب احنا ما عندناش مشكله، كعاده النادي الاهلي اي لاعب حابب يمشي اتفضل جيب عرضك الكويس المناسب لينا واحنا هنقول لك مع السلامه، وفاتحين لاي حد الباب، ما عندناش اي مشكله. زي ما احنا عارفين دايما النادي الاهلي بمن حضر. طيب النادي الاهلي عرض عليه التجديد ب 8 مليون في السنه كعقد فئه ثانيه، ده خيار ثاني قدام احمد عبد القادر. فاحمد عبد القادر من وجهه نظري مش هيكمل كتير ومش هيستغل موهبته دي. احمد عبد القادر عنده موهبه جميله جدا في الكوره، عنده حاجات كتيره جدا النادي الاهلي محتاجها، ولكن يسخر ده لصالح الفريق، يشتغل اكتر على اللعب الجماعي، وده اعتقد اللي كولر في دماغه ان هو يشتغل عليه معاه. ولكن هو فجاه طلب الرحيل على الرغم ان كولر اثنى عليه وطلب ان احمد عبد القادر يكمل مع الفريق. احمد عبد القادر بتسلسل الاحداث او بالمشاكل اللي افتعلها مع المدرب ومع الجمهور وما الى ذلك، ده يخليني اقول ان هو مركز بره الكوره اكتر، وده يخليني اقول ان هو مش هيستغل الموهبه اللي عنده وانها هتروح على الارض زي مواهب كتيره جدا اصحابها ما استغلوهاش وراحت، ولينا امثله كتيره. ده وجهه نظري انا، وجهه نظركم انتوا ايه؟ هستناها في الكومنتات. اشوفكم على خير، سلام.